شريف صقر على البي ام دبليو اي 36 2000 سي سي كان محقق دقيقة 0505 وتأهل للهيت الثانية والأخيرة زي ما احنا متابعينه من أرض تراك فاميلي بارك الرحاب والجولة الثالثة من بطولة ريفوتاب سبيد تيست العام 2022. أداء سريع ومنافس الحقيقة من شريف صقر. وفي النهاية بيسجل دقيقة 0306 وبيحتل المركز الأول في فئته والترتيب التاسع أوفرول. في المركز الأول شريف صقر، المركز الثاني حازم حلمي. شريف صقر زمن دقيقة 3 ثواني ومركز أول فئة R1. اليوم كان جميل والسباق الرسمه بتاعته كان فيها اختلافات شويه فخلى الناس تسوق احسن. ما شاء الله التايمات بتاعت الناس حتى مختلفه غير المعتاده، او يعني المعتاد اللي بيبقى مجموعه معينه او ارقام معينه في عربيات معينه. لا النهارده الموضوع اختلف، عربيات اوريدي مواترها مش اقوى حاجه وهي كانت يمكن اول او احسن تايم في اليوم بس. فالموضوع كان جميل قوي واتبسطنا منه وما شاء الله سامح عامل مجهود حلو قوي. ريفوتاب يعني اوريدي بقى لها سنين فالموضوع كان طالع بشكل حلو يعني. محتاجين اكتر. الرياضه اتطورت عن الاول كتير بس احنا محتاجين قوي لان مفيش سبوت علينا وفي ناس شايفه ان دي يعني تضييع وقت او مخاطره او حاجات كده، لكن الحقيقه اللي هي رياضه وريدي هوايه زي ما اي حد بيهوى حاجه وبيصرف عليها برضه احنا نفس الكلام يعني. فمحتاجين اللي على الاقل يبقى في اماكن لينا، يبقى في موضوع يبتدي ياخد شكل احسن من كده يعني.